هذه القاعة. إذن سننتقل إلى قراءة شعرية أخرى سيلقيها علينا شاعر مقيم بجمهورية مصر العربية الشاعر محمد النعمة بيروت، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فقط أنا لا أريد أن أتدخل مبدئيا في أمر التسويق، ولكن لو كنت أعلم الغيب لأجلت مداخلة سعيد كويسي الآخر، لأنها كانت رائعة مضمونا ورائعة مبنى ومعنى، ولو أجلت الآخر لاستمعت من قصائدنا وتذوقتها، ولكن ربما الآن ستصبرون. وبالمناسبة أشكر منتدى الدراسات والأبحاث وأشكر جميع الحضور، وهذه خطوة جميلة جدا أتمنى أن تتكرر في مناسبات قادمة إن شاء الله، لأن هذا النوع من النشيط نادر وهو مفيد جدا. وشكرا من جديد. قصيدتي بعنوان مساحة بصدوركم. أعز الهوى والقول والإنشاء، قصيدتي بعنوان مساحة بصدوركم. عز الهوى والقول والإنشاء، أم خانني بلقاكم الإيحاء، أسعى لملء مساحة بصدوركم بقصيدة كلماتها عصماء، يهتز قلبي ضاحكا أو باكيا إن خبرتنا عنكم الأنباء، ما سركم قد سرنا ما سرنا، قد سركم تتداخل الأهواء، ما ضركم قد درنا ما ضرنا، قد دركم تتشابه الأعناء، تتجمع الأرواح رغم فراقنا دوما، فهل تتجمع الأشياء كالجسم بنيانا إذا حلت به حمم الحمى تتجاوب الأعضاء، هي ذاتنا ذات التراب وكلها سر له أصداء، كالبحر يحمي في الوجود وجوده وبحده تتكسر الأشياء، نسعى لملء كرامة بنضالنا لا تستهين بصيتها الأجواء، لكننا لا نبتغيها سهلة في يسرها عسر به إنهاء، لا نبتغيها منهة من عابر قد صاحبتها ضحكة صفراء، لن نبتغي غير رداء نصرة يزهو بها من بعدنا الأحياء، لن نستعين بخادع من خادع، لن نستعيد بخادع من خادع، نرجو حماه وكلهم أعداء، كل الذين توارثونا واحد حتى وإن تتعدد الأسماء، كل الذين توارثونا سجز يستوطنون فتنفح الرمضاء أقدامهم ووجوههم وجباههم وقلوبهم أودت بها الهيجاء، وكما اخطأوا بقلوبهم ومكوثهم بتبجح لم يعفه الإعفاء، فتبين الحل الأليم لشعبنا فتعددت من حولنا الآراء، فترددت وجه السلام فعقلت وتكررت في حقنا الأخطاء، فتمخض الرمل السخين مراغبا فيها تجور الناقة الرقاء، وهفيف أسماء النخيل بواحة ضربت عليها خيمة سوداء، لكننا خطواتنا محسوبة تشفي السلام ووجهنا وضاء، لقد تنكر حبنا لذواتنا وقد اكتوت أسماعنا الأنباء، نبني الكرامة ها هنا بشموخنا، منا الشموع ومنهم الظلماء، نصحو لفجر قادم متقدم مهما تطول الليلة الظلماء، إن جاءنا غاز نرحب بالمدى تهفو إليه الدور والأرجاء، وإذا أتى ضيفا
فتحنا دربنا بقصيدة كلماتها أسماء نشدو بمقطعها قريبا ولكن عز الهوى والشعر والإنشاء. هذه القصيدة بدأت للفلسطينيين الذين يكابدون ما يكابدون. شكرا جزيلا.